الدكتورة اللي وقعت في الزنا مع طالب جامعي لما كانت في الثانوية العامة عمرها ما تخيلت إنها هتعمل كده. الشيخ اللي حياته كلها ما بين المسجد والقرآن عمره ما تخيل إنه يموت على الكفر. المنتقبة اللي لبسها كله أسود في أسود عمرها ما تخيلت إنها تقلع الحجاب وتلبس بنطلونات. كل اللي انتكسوا ما كانوش عارفين إنهم هينتكسوا، وكل اللي حياتهم فجأة اتحولت ومعصيتهم ظهرت للناس عاشوا كتير قوي تحت ستر ربنا بس ما اتعظوش للأسف. برصيصة العالم صاحب الخلق والدين الناس كانت بتلجأ ليه من كل مكان عشان يحل مشاكلهم ويدعي لهم ويعالجهم بالقرآن من السحر وغيره. جاله ناس يعالجوا بنتهم عنده وطلبوا منه تفضل معاه وهم في كامل الأمان والثقة إن عالم الدين والراجل الطيب ده لا يفعل الحرام. بقى يحط ليها الأكل قدام الباب، وبعدين بدأ يدخل الأكل ليها، وبعدين بدأ يأكل معاها إلى أن وقع في الحرام وفعل الفاحشة. لما اكتشف إنها حامل قتلها، والشيطان زين ليه إنه لو ركع ليه سينجيه، وبالفعل ركع ليه ثم قبض الله ومات على الكفر. أكتر حاجة بخاف منها هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الشيطان مش هيجي يقولك إذني أو اقتل أو اكفر بالله، لكن هي خطوات بتتبعها. ممكن تبدأ بضحكة، بصورة، بمحادثة، بأغنية، ببوست، بفيلم، بخلوة على النت، ممكن توصلك إنك تموت على الكفر. فما تستهونش أبدا بالذنب، احذر أن تهتك ستر الله عليك.